السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بيصبح وبيمسي وبيحيي كل إخواته وبيقدم لكم السادات. يا مساء السعادة وروقان على كل متضايق وزعلان، يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين وأشوفكم دايما فرحانين، وعلى كل غالي يا رب تكونوا مبسوطين. قولوا يا رب آمين. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شفاعنا يوم القيامة بإذن واحد أحد. طبعا قبل ما أبدأ أي كلام ادعوا لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، وأنتوا عارفين أنا قصدي إيه عشان اليوتيوب الجميل. طبعا انا جاي اتكلم النهارده عن الفنانين، والفنانين حواراتهم كترت قوي في العالم، وبالتحديد برضو في مصر عندنا. طبعا انتوا عارفين ان مجال البوب او مجال الاغاني الكلاسيك مع الاغاني الهيب هوب والراب فيهم اختلافات وفيهم صراعات، لان ده شايف ان ده بيقدم فن وده شايف ان هو بيقدم فن، وهما الاتنين فن بس كل واحد وليه ذوقه. يعني اللي بيحب البوب بيسمع، اللي بيحب الراب بيسمع، اللي يحب المهرجانات يسمع، عادي يعني كلها فنون. لولا تنوع الأذواق لبارت السلع. بس هنقول ايه بقى؟ يعني ان الصراع اللي حصل ما بين الفنان رامي صبري ومؤدي الراب ويجز ادى الى يعني ترند كبير، والناس بقت تتكلم، والموضوع مش معروف رايح فين. طبعا يعني بدأ ازاي؟ بدأ ان الفنان رامي صبري كان مستضيفينه في برنامج، وطبعا كانت المذيعة بتسأله إيه تعرف يعني ويجز؟ بتسمع له؟ لا أنا ما بفهمش الكلمات ومش عارف إيه، وما بفهمش هو بيقول إيه. طب تمام يا عم، تمام. يعني ممكن ندور كده على أي تحليل لأي تراك ونفهم برضو. يعني هو البحث مش وحش يعني. ابحثوا عن العلم لو في الصين يعني. فأنت افهم اللي قدامك ده بيقدم إيه عشان تبقى عندك علم. وطبعا فنان ويجز رد عليه، قال لك الفنان رامي صبري واحد مش رقم واحد. هو فنان مش رقم واحد، ده رقم 19. وطبعا هو كل ما يبقى فاضي يطلع كل 5 6 شهور كده يتكلم على بتوع الراب والهيب هوب. وطبعا الموضوع كبر جدا، وخصوصا ان مرات الفنان رامي صبري طلعت اتكلمت وقالت يا جماعة حصل خير ومش عارف ايه، وهدت الامور. وطبعا الفنان تامر حسين طلع اتكلم وقال لك اللي حصل ده سوء تفاهم، وحاول يعدي الموضوع. ووجز كان غير موفق في التصريح اللي هو قاله. وطبعا الفنان عمرو مصطفى طلع برضه اتكلم، قال لك محدش فيكو رقم واحد ولا رقم اتنين، والمجال جاي بظهره، وانا هعمل تراك جاي بظهره ولا جاي بظهرها. انا مش عارف ايه اللي دخله ده اصلا. بس ما علينا، نخش بقى للي بعده. ان طبعا يعني بعد الاعتذار واللي حصل ده، طبعا بيقول له انت سامحتني. يعني رد بقى الفنان رامي صبري على الفنان تامر حسين ان هو سامحه يعني، وهو اخوه الصغير ومش عارف ايه. فرد بسخرية بقى ويجز على تصريح رامي صبري، قال له انت سامحتني قبل ما اعتذر لك؟ لا انت شطور ومش عارف ايه. انا مش عارف. هو ويجز ده يعني بيعمل حاجات غريبة خالص يعني عشان الترند. هو أي نعم هو ابن بلدي وكل حاجة، بس انا ما بحبش النوعية دي من الراب، لان الراب مدارس كتير، في اولد سكول، في نيو سكول، في تراب، في تراب شعبي. اللي بيقدمه ويجز ده يعني نوع جديد كده مش مفهوم، يعني مفهوش هدف. يعني الأغاني بتاعت الراب اللي كان فيها هدف، ايجي راب سكول، ام سي امين، ريفولوشن ريكوردس، زاب ثروت، ناس كتير، حتى الجوكر. يعني الناس دي بتقدم حاجات ليها هدف ومضمون وحاجة مفهومة. وده يعتبر الراب، يعني انك انت بتحكي قصة ناس، بتعبر عن المغني نفسه، عن افكاره وعن انتماءاته. ما بتغنيش حاجة بتتكتب لك وخش يا باشا، مش وظيفة. انت فاهمني؟ لكن مع الاسف يعني ان المجال بتاع الراب بقى سيء، خصوصا ان هو بقى كوميرشال، بقى تجاري جدا. فالله المستعان يعني. فاحنا محصورين يعني في النقطة دي. وهو ويجز نزل تراك جديد مع فيفي عبده، وفيفي عبده برضه مسخرة. تقول لك انا بحب اساعد الاجيال الجديدة. بتساعديهم في إيه؟ يعني انت بتساعديهم ان هم يعملوا خير؟ يعني انت بتساعديهم اصلا ان هم يعملوا
حاجات يعني مش مفهومة، يعني أغاني مش مفهومة. فأنت بتساعدين في إيه؟ مش فاهم برضه. واسمه أنا، يعني أنا إيه؟ دي كلمة أنا دي ضيعت واحد يعني. قال لك أنا مسجودش لسيدنا آدم. ف... فالله المستعان. يعني انتوا حاولوا تهدوا الموضوع علينا عشان احنا تعبنا. احنا تعبنا، محتاجين ننام في 6 ساعات عشان نستريح شوية. وطبعا ده كان ردي عن الحاصل ما بين الفنان رامي صبري وويجز. ولو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، وراك تعليق، شير. اشوفكوا في الفيديو اللي جاي. متنساش تدعي لاخواتنا العزاز، متنساش ت... تتقاطع المنتجات بتاعت اللي ما يسموش، ما تنساش تتكلم عليهم، ما تنساش تدعي لهم، ما تنساش تذكرهم بكل خير. سلام يا اخواتي.